أسرع 10 سيارات في العالم. المركز العاشر، ماكلارين F1. في السابق كانت سيارة ماكلارين F1 تعتبر من أسرع السيارات القانونية في العالم والأكثر مبيعا. تم تصميمها من أجل فريق ماكلارين للسيارات التابعة لشركة ماكلارين البريطانية. تمتاز بجسم رياضي وجذاب من ألياف الكربون، وبمحرك V12 بسعة 6 لتر قادر على إنتاج قوة تصل إلى 670 حصانا. يمكنها بلوغ سرعة 100 كم في الساعة في غضون 3.1 ثانية فقط، وبسرعة قصوى تصل إلى 386 كم في الساعة، الأمر الذي يجعلها أحد أسرع السيارات في العالم والأغلى في ذلك الوقت ب8 مليون دولار. المركز التاسع، كوينغسيغ CCR. من المعروف عن شركة كوينغسيغ السويدية التركيز على إنتاج سيارات ذات سرعات عالية جدا، وهذه السيارة خير دليل على ذلك. تأتي هذه السيارة مجهزة بمحرك V8 بسعة 4 لتر وبقوة تصل إلى 806 حصانا، قادرة على الوصول إلى سرعة 100 كم في الساعة في ظرف 3.7 ثانية فقط، وبسرعة قصوى تصل إلى 390 كم في الساعة. المركز الثامن، سالين S7 توين توربو. تعتبر سيارة سالين S7 توين توربو أول سيارة قانونية بأكثر من 500 حصان في الولايات المتحدة، الأمر الذي يجعلها أحد أسرع السيارات القانونية في العالم والأسرع في الولايات المتحدة عند إصدارها. السيارة مزودة بمحرك V8 تصل قوته إلى 750 حصانا، قادرة على الوصول إلى سرعة 60 ميلا في الساعة في ظرف 2.8 ثانية فقط. أما سرعتها القصوى فهي 400 كم في الساعة، وبثمن مناسب يبدأ من 300 ألف دولار. المركز السابع، SSK Aero. سيارة ذات شكل جذاب جدا تمكنت من تحطيم الكثير من الأرقام القياسية منذ إصدارها في عام 2006. تمتاز بمحرك V8 قادر على توليد قوة هائلة تصل إلى 1287 حصانا. يمكنها الوصول إلى سرعة 200 ميل في الساعة في أقل من 12 ثانية، وبسرعة قصوى تبلغ 412 كم في الساعة، والثمن هو 550 ألف دولار فقط. ورغم ذلك فإن صعوبة التحكم في قوة المحرك تبقى من أكثر عيوب هذه السيارة. المركز السادس، بوغاتي فايرون سوبر سبورت. سيارة رياضية ذات مكانة عالية جدا في الأسواق العالمية لأسباب عديدة، منها السرعة الخرافية والمظهر الجذاب الذي يجعلها أحد أجمل السيارات في العالم. تمتاز بمحرك تبلغ قوته 1200 حصانا، وقادرة على الوصول إلى سرعة 100 كم في الساعة في غضون 2.5 ثانية. كما تمتاز بسرعة عالية جدا تصل إلى 415 كم في الساعة، وهو الأمر الذي يجعل ثمنها يصل إلى أكثر من 2.4 مليون دولار. المركز الخامس، WX8 فيكتور. سيارة رياضية تم إصدارها في عام 2007، ومنذ ذلك الوقت والسيارة تعرف تحديثات كبيرة خصوصا في التصميم. وبحسب الشركة فإن السيارة قادرة على بلوغ سرعة 60 ميلا في الساعة في ظرف 2.2 فقط، وبمحرك تبلغ قوته إلى أكثر من 1250 حصانا، وبسرعة قصوى تصل إلى 430 كم في الساعة. المركز الرابع، هينيسي فينوم GT. سيارة رياضية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، صنعت من شركة هينيسي في عام 2010. في عام 2013 دخلت سيارة هينيسي فينوم GT موسوعة جينيس للأرقام القياسية بتسجيلها لرقم قياسي جديد بعد تحقيقها سرعة 300 كم في الساعة في غضون 13.63 ثانية فقط، وهو الأمر الذي جعلها أسرع سيارة معدلة بسرعة تصل إلى 435 كم في الساعة. السيارة مزودة بمحرك بقوة 1244 حصانا، وبثمن يصل إلى 960 ألف دولار. المركز الثالث، GT9 VMAX. GT9 VMAX هي سيارة رياضية معدلة من بورش 911. تمتاز بالشكل التقليدي لسيارة البورش، لكن مع تصميم يميل إلى سيارات السرعة. السيارة مزودة بمحرك 6 أسطوانات بسعة 4 لتر وبقوة تصل إلى 1120 حصانا، وقادرة على الوصول إلى سرعة 100 كم في الساعة في ظرف 5.2 ثانية فقط. أما السرعة القصوى للسيارة فهي
437 كيلومتر في الساعة، وبثمن جد مناسب يبدأ من 800 ألف دولار. المركز الثاني كوينغسينغ أجيرا آر، سيارة مذهلة تتمتع بمحرك V8 سعة 5 لترات وبقوة تصل إلى 960 حصانا، ويمكنها الوصول حتى إلى 1140 حصانا، الأمر الذي يجعلها أحد أسرع السيارات في العالم، بحيث أنها صنعت من أجل الوصول إلى سرعة 273 ميلا في الساعة، وقادرة أيضا على قطع أكثر من 100 كيلومتر بالساعة خلال 2.8 ثانية فقط. كما أن السيارة لا تمتاز بالسرعة فقط، وإنما إنها تتميز بمواصفات مذهلة ومتطورة أكثر من سيارة أخرى، وكل شيء تقريبا في السيارة يمكن التحكم به بسهولة تامة. المركز الأول بوغاتي تشيرون. تعتبر سيارة بوغاتي تشيرون من شركة بوغاتي على أنها أسرع سيارة في العالم بسرعة جنونية تصل إلى 464 كيلومتر في الساعة، ومن المعروف عن شركة بوغاتي إنتاجها لعدد هائل من السيارات ذات السرعات العالية، وهذه السيارة تعتبر الأسرع بينها وبين جميع السيارات الموجودة على كوكبنا، بهيكل تم تصنيعه من ألياف الكربون وبقوة محرك تصل إلى 1479 حصانا، الأمر الذي يجعلها قادرة على الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة في ظرف أقل من 2.5 ثانية. وبحسب الشركة فإنه سيتم عرض هذه السيارة في الأسواق في عام 2016 بتكلفة تصل إلى 2.4 مليون دولار. بعد المشاهدة، ما هي أكثر سيارة أعجبتك بين هذه السيارات؟ في الأخير لا تنسى الاشتراك في قناة أعرف لمشاهدة المزيد كل يوم، كما يمكنك أيضا مشاهدة الفيديوهات السابقة على القناة. في أمان الله.